الاهلي يضيع فوز من اسهل المباريات التي يلعبها في افريقيا، فوز سهل يضيعه الاهلي برعونه وبضياع الفرص، وهي سمه من سمات مهاجمي النادي الاهلي في هذه المباراه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي مشاهدي برنامج تيكي تاكا في حلقه جديده من برنامجكم تيكي تاكا. بنرحب بكابتننا كابتن خالد، اهلا بك يا كوتش. بنرحب بك يا كابتن عمرو وكل جمهور الكوره في مصر وجمهور النادي الاهلي المحترم اللي باذن الله نشوفه يوم الثلاث في الاستاد يبقى مال الدنيا. لكن طبعا القرار اللي طلع كان ب 30,000 بس، واحنا كنا بنطالب بالساعه الكامله. لحد دلوقتي يا كابتن خالد بنطالب بالساعه الكامله من اتحاد الكوره ومن المسؤولين في الجهات الامنيه عن ان يدخل الساعه الكامله للاستاد. الله ينور عليك. جمهور الاهلي داعم مش بس لفرقه النادي الاهلي ولكن لاخواننا في فلسطين. الله ينور عليك يا كابتن عمرو. عايزين نعلق رقم واحد على الشوط الاول من المباراه. الشوط الاول من المباراه شوط ولا اروع ولا اجمل، اداء عالمي متوازن، لمسات جميله جدا 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 باستثناء اللمسه الاخيره. فعلا عندنا مشكله كبيره في اللمسه الاخيره يا كابتن كهربا. انت ضيعت علينا جونين اسهل ما يكون. فعلا كوره عايز تلعبها بشمالك مع ان كان معاك لعيب، لو اديتها له جون تمام، بعد ما لميت اللاعب وسوحته لو بصيت الكوره جون، كان عندك اكتر من اختيارك. بالظبط. ده رقم واحد. رقم اتنين الكوره السهله جدا اللي اداها لك متقشره رضا سليم اللي عمل ماتش حلو جدا، باستثناء انه ممكن يكون ضيع هجمه سهله، لكن عمل ماتش جميل جدا جدا. اداء بسم الله ما شاء الله استمر تحفه. بس عايزين نعلق على اللياقه البدنيه، ان احنا عايزين اللياقه البدنيه بتاعته تزيد، لان احنا حسينا ان هو قل شويه في الشوط الثاني. دي احنا متوسمين في الجهاز الفني فيها ان شاء الله، ان هو يدعم الفرقه كلها من ناحيه اللياقه البدنيه. بالظبط. طيب في النهارده كابتن بيرسي تاو. هو كابتن بيرسي تاو حضرتك النهارده كنت بتخانق مع المدام؟ مش عارف والله يا كابتن عمرو، بجد والله. يعني لو انت متخانق مع المدام ما تجيش قول لهم يا جماعه انا النهارده متخانق مع المدام والنفسيه مش حلوه ومش جاي. بس شكله النهارده ما كانش، انت كنت جاي لك مضروب يعني. كابتن ايه يا بيرسي تاو كان في حاجه غلط مأثره عليه بشكل غريب. بالظبط، مفيش تركيز. لا وخلينا ان مارسيل كولر ابقى عليه لحد بعد الدقيقه 65 وده حاجه غريبه برضه، حاجه غريبه جدا. يعني انت شايف الكيرف بتاعه مش بس كده، ده رزانه بطاهر. تمام، يعني طاهر فعلا طول يعني بينزل بيروح ويجي كده ما بيعملش اي حاجه. بص يا جماعه، طاهر علشان بس نبقى متفقين، انا من وجهه نظري الشخصيه يعني هو ما بيلعبش في مكانه. والله يا كابتن عمرو لازم نشوف حل لمشكله طاهر، لان طاهر يعني انا شايف ان هو مش اضافه من وجهه نظري التي ليس لها قيمه. يعني هو في التدريب معاه كويس، يعني اللي بيحصل له ده قله ثقه. والله يا كابتن عمرو كل شيء وارد، لان انا بحس ان هو عايز يعمل اكتر من حاجه في وقت واحد. احنا مجرد وجهات نظر، انا بقول وجهه نظر طبعا مجرد وجهه نظر يعني. لكن اللي احنا عايزين نقوله في الاول وفي الاخر ان الاهلي يضيع فوز من اسهل يعني اقل ما يكون كانت نتيجه المباراه تخلص 3-4-2 بس 5-2 مثلا. ويا حكم يا مفتري، يا حكم يا مفتري. ده مش مفتري، يا ظالم. لا انت لا تفقه شيء في التحكيم يا ظالم. انت رحت بصيت للكوره، في فرق ما بين العرقله من الخلف اللي هو يعني دي مش عرقله، يعني ده مش اللاعب مثلا ايه معرقله، لا ده نص، ده اسمه نص، ده رفعه نص، ولا انا فاهم غلط؟ لا هو اداله من النص كده، والمصيبه ان الفار يجيبها لك من الزاويه الاساسيه ويجيبها لك من الزاويه العكسيه ويجيبها لك من كل الزوايا وفي الاخر ما تحسبهاش. لما التعنت امام النادي الاهلي؟ لا هو السؤال بشكل مختلف بقى، عشان انا زهقت من الاحترام. بكلمك بجد والله يا كابتن خالد. هو انا حضراتكم عايزين النادي الاهلي ما ياخدش البطوله، قولوا او ما كنتوش قلتوا ان هو يخشها من الاول. دي اول مره ولا هل الحكم مرتشي؟ عشان نكون متفقين، لما يحصل حاجه زي دي وفاولات ليس لها اي اساس من الصحه وتعطيل للنادي الاهلي وتعطيل للعب، هل حضرتك مرتشي ولا حضرتك لا تفقه شيء في التحكيم؟ ومعلش هل يعني هو كلنا هيسكت له؟ طب ليه؟ علشان الناس دي ما اعرفش تحسهم بيعملوا نفسهم ما بيشوفوش في الاوقات ديت ولا ايه، ما اعرفش. عموما يعني تعليقنا ان الحكم يعني اقل من المتواضع بكتير جدا جدا. يعني يمكن ابراهيم نور الدين فيه النفر دي فيه يمكن يعني والله يعني لا كله ده ملوش كله ده بالله حتى ابراهيم نور الدين اوحش منه. لا
هو اصلا ما فيش حد يقارنه بيه، وانت ما حدش يقارن نفسه بيك يعني. الحمد لله على كل حال. خلينا بقى نقول يا كابتن خالد ان عندك حضرتك التغييرات اللي في الشوط الثاني. قفشه لما طلع، انا شايف من وجهه نظري ان قفشه لما طلع كانت نقطه تحول بالسلب على النادي الاهلي. ده حقيقي. لان هو كان نقطه الربط ما بين الدفاع وما بين الهجوم، وانت ما عندكش امام عاشور، ما عندكش علي معلول، اللعيبه مش في حالتها. يبقى كان من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه ليس لها قيمه ان نبقي على محمد مجدي قفشه كحلقه وصل ما بين. الله ينور عليك يا كابتن عمرو. جاهز يعني. ومعلش برضه زي ما بنشيد بيك هنتكلم عن كابتن حسين الشحات. انا بشيد بيك وبقول عليك بسم الله ما شاء الله، يعني مفيش حلقه ما بتكلمش عنك الا بقول عليك بسم الله ما شاء الله لعيب تحفه. لولبي كابتن حسين الشحات، انت النهارده بتمسك الكوره كتير، مش عارف بيقلد صلاح تقريبا، مش عارف ليه عمال تمسك الكوره في رجليك مش عايز تبصيها. بتشوط كور ينفع تبصيها عادي وزمايلك بيبقوا معاك في الهجمه. ليه يا كابتن حسين مش عايز تلعب مع اصحابك وبتطول الكوره في رجليك كتير؟ فعلا انت لعيب نجم من غير حاجه، واحنا بنقول عليك لعيب نجم، بس عشان عارف ليه؟ عشان كنت بتلعب السهل الممتنع. السهل الممتنع يا كابتن عمرو، بيلعب اللعب البسيط اللي ما فيهوش فلسفه. يمكن يا كابتن خالد النهارده كان واخد تعليمات انه يرفع الكوره، ما هو احنا مش قادرين نعمل. لكن انا بتمنى ان كابتن حسين الشحات نشوف المستوى اللي احنا كجماهير مستنيينه منك. يعني احنا بصراحه ربنا النهارده طبعا احنا مش زعلانين، احنا الاهلي كانه كسبان، يعني احنا متعادلين في ارض. لا يا كابتن عمرو، انت كده معلش انا اسف، انت كده ايه؟ احنا جماهير الاهلي يا كابتن عمرو. بالنسبه لجماهير الاهلي لو ده اي نادي غير الاهلي فحقنا نقول ان احنا مش زعلانين وبرافو احنا متعادلين 2-2. لا بس اقول حاجه يا كابتن خالد، اصل في ناس بتطلع ويزيطوا في الزيطه عشان يحبطوا لعيبه النادي الاهلي. فانا اللي انا بقوله دلوقتي ده النادي الاهلي بالنسبه لاي فريق في العالم، انت بس ما سبتنيش اكمل. احنا كسبانين، احنا متعادلين مع الخصم 2-2 في ارضه. الله ينور عليك. لكن بالنسبه لينا احنا كجماهير النادي الاهلي ده تعادل بطعم الخساره، لان احنا مش متعودين على كده من النادي الاهلي. الله ينور عليك. فانت بس لو كنت سبتني اكمل الله ينور عليك كنت والله قلت الكلمتين. الله ينور عليك. بس فيعني احنا كنا بنتوسم في النادي الاهلي انه يطلع من الماتش ده كسبان 3-4. بس انا مش عارف فعلا لما بيكون في مثلا انفانتينو حاضر ولا اي حد من الناس الكبيره دي حاضر، بنحس ان الفرقه نفسها بتتمنظر زياده. والله يا كابتن عمرو احنا النهارده يعني الشوط الثاني، خلينا نقول الشوط الثاني احنا ما شفناش الاهلي. وكابتن محمد الشناوي الجون الاول انا من وجهه نظري يعني غلطه رضا سليم يعني. لا الاول يا كابتن عمرو. الاول الجون الاول من وجهه نظري يا كابتن محمد الشناوي انت اخطات التقدير. تقدير صح، اخطا في التوقيت. فده من وجهه نظري. بالنسبه للجون الثاني في ناس كتير بتحملك اللوم، لكن انا لو هحمل الجون الثاني اللوم زي ما كابتن عمرو ما قال كده هحمله لكابتن رضا سليم. ساب مكانه واتحرك، كان واقف على القايم بالظبط، القايم القريب تمام. اول ما الكوره اتلعبت، لحظه ما الكوره اتلعبت على طول او هي بتتلعب ابتدى يسيب القايم القريب يطلع لقدام. معلش كانوا بيعلمونا واحنا صغيرين يعني واحنا بنلعب في النوادي دايما تقف لعيب على القايم القريب ولعيب على القايم البعيد لحد ما الكوره تخرج بره منطقه الجزاء. يعني الكوره بتخش جوه منطقه الجزاء بالرفعه الركنيه مثلا، احنا في لاعب على القايم القريب ولاعب على القايم البعيد لحد ما الكوره تخرج بره المنطقه او هتبقى على حدود المنطقه ودخلت للوسط شويه ما بقتش متطرفه. في الوقت ده بيبدا اللعيب اللي على القايم يطلع شويه لقدام. في نفس الوقت الحارس كمان بيكون يعني شايل الجزء ده من حساباته بالظبط، لان في لاعب مغطيه فاللي عمله كابتن رضا سليم هو عدم تركيز او قله خبره. خلينا قله خبره من الناحيه الدفاعيه. لا اصل الراجل برضه راجل لعيب دولي. ايوه يا كابتن عمرو بس لسه سنه بسم الله ما شاء الله يعني حاجه جميله وممكن يعني خبرته فيما بعد ما نشوفش منه الاخطاء. بس برضه الاهلي النهارده كان بيلعب من غير معلول وبيلعب من غير عبد المنعم وبيلعب من غير امام عاشور. انا مبسوط جدا انك قلت من غير معلول. مبسوط جدا وكريم الدبيس النهارده بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. قلتها قبل كده في ماتش للنادي الاهلي لكن هقولها تاني. كريم الدبيس اضافه كبيره جدا 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 للنادي الاهلي فعلا. ولاعيب بسم الله ما شاء الله بيعمل ستريس على على خط وسط الفرقه اللي قدامه وبيقطع كم كور كبيره جدا جدا. عنده تايمنج رائع فعلا رائع في قطع الكور.
الله ينور. كان كابتن خالد بقى قبل ما نخش بقى في الحته اللي جايه دي، عشان هجيب لكم مفاجآت ومفاجآت كبيره في نادي الزمالك بسرعه قبل ما نخش على موضوع الحلقه بقى الاساسي بتاعنا يعني. قبل ما نخش على الحته بتاعت نادي الزمالك ما ننساش اللايكات والشيرات والسبسكرايبات والحبشتكنات من حبايبنا الاهلاويه. الاهلاوي للاهلاوي يا كابتن خالد، والمصراوي للمصراوي سندين، واحنا بنحبكم وما تنسوش دايما تعملوا لنا لايكات ومتابعه علشان صوتنا يوصل اللي ما بيوصلش غير بيكم وليكم. ايه الاحكام النهائيه بقى يا كابتن خالد اللي حضرتك اتكلمت عنها الحلقه اللي فاتت؟ وقلت ان غرامه كهرباء مش هتسد النادي الزمالك اكيد كل المستحقات دي. وطلع الاستاذ عمر هريدي وقعد يقول لك احنا خلاص قلبا وقالبا خدنا غرامه كهرباء، احنا المهم يعني عمل الكلام ده كله وكان بيتكلم وكل ثقه بان هو خلاص الموضوع بتاع كهرباء منتهي، يا اما كهرباء هيقعد في بيتهم. طيب خلينا نقول دلوقتي ايه الديون اللي على نادي الزمالك، الديون الكبيره. يعني انا مش جايب لكم حاجات تاني كتير، بس انا جايب ايه الديون الكبيره كده يعني مجعلصه كده. تمام. مبدئيا كده 1.5 مليون بالصلاه على النبي كده عليه الصلاه والسلام لسبورتنج لشبونه في قضيه شيكابالا. 1.5 مليون ايه يا كابتن؟ 1.5 مليون دولار في قضيه سبورتنج لشبونه في قضيه شيكابالا. تمام. يعني النهارده ادي 1.5 مليون دولار بالمناسبه بفوائدهم. اكيد يا كابتن. تمام، لان الزمالك لسه مش هيدفع، معهوش يدفع. تمام. يبقى النقطه الاولانيه يبقى احسبوا معانا ادي 1.5 مليون دولار. بعد كده عندنا بقى 1.900.000 يعني 1.900.000 يورو في قضيه خالد بوطيب. احنا كده اظن دخلنا على ضعف فلوس كهرباء. كده احنا عندنا فلوس كهرباء بشويه، عندنا فلوس كهرباء بحبه حلوين. تمام يا باشا. طيب عندنا 180.000 يورو في قضيه اتشون بوم بخلاف الفوائد اللي هتوصل ل 300,000 دولار. كاتب باتشيكو معاك؟ ما اصبر، ما انا جايبهم لك كلهم. الله ينور. انا جايبهم لك واحده واحده. تمام يا باشا. يبقى انت عندك دلوقتي اتشون بونج بخلاف الفوائد 150,000 يورو. تمام. عندنا 6,500 يورو في رعايه ابراهيم نضاي. تمام. ابراهيم نضاي كان المفروض العقد الرعايه بتاعه ياخد فيه فلوس للنادي بتاعه وما حصلش الكلام ده. دول بس كده من غير بقى ما نخش بقى في ايه؟ في باتشيكو، من غير ما نخش في شكوى بيراميدز، من غير ما نخش في شكوى سامسون اللي لسه هنتكلم عليها كتير، من غير ما نخش كمان في مستحقات اللاعبين. الله ينور عليك. ومستحقات اللاعبين مش للكرة بس، مستحقات اللاعبين لكل يا باشا مش للكرة بس، ده للكرة واليد والطايرة والكله، ده غير مستحقات اتحاد الكورة. العمال بياخدوا فلوسهم. طيب ما انا بقول لك يعني كل الكلام ده ديون موجود على نادي الزمالك اللي احنا قلناهم الاولانيين بس. امال كان ماشي ازاي؟ والله ما عارف كان ماشي بايه؟ كان ماشي ازاي؟ طيب انا عايز افهم يعني. اقول لك كان ماشي بالبلطجه. والله كابتن لا والله العظيم كان ماشي بالبلطجه وكان ماشي بالقوه وفرد الدراع، ومرتضى اللي كانت فيه ناس كتير بتسانده وعلاقاته اللي كانت لا تنتهي ومساندات ليه من كل الجهات، وفي الاخر نادي الزمالك كان ماشي بايه؟ انا لسه قايل مش عيد تاني بقى خلاص. الله ينور عليك. تمام. طيب واللي حصل ده بقى كله والديون اللي على نادي الزمالك دي كلها بقت بتهدد نادي الزمالك من عدم تكمله الكونفدراليه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله ما بغلط، بقول لكم كلام بجد. نادي الزمالك مهدد بانه مش هيكمل بطوله الكونفدراليه في دوري المجموعات، والاتحاد الدولي اعطاه مهله اسبوع يتدافع يا ما يلعبش. ما هو طبعا يا كابتن. يعني كده الاساتذه اللي كانوا بيقولوا الحلول نتمنى نلاقي حلول، نتمنى عشان نشوف نادي يعني يكمل باسم مصر في البطوله ويشرف اسم مصر. بالظبط. عايزين بقى نقول حاجه اخيره عن نادي الزمالك قبل ما نطلع من نادي الزمالك خالص. يا ريت. انتخابات نادي الزمالك النهارده كانت النهايه بتاعتها، وحسين لبيب احنا شاكين بنسبه 99.9% ان هو يكون الرئيس نادي الزمالك القادم. تمام. وعايز اقول لك ان في مشاكل حصلت ومشاكل جامده، يعني جات لنا اخبار ما بين هاني العتال وما بين لبيب، علشان لبيب هو اللي هيبقى الرئيس. ففي مشاكل هتحصل تحت الترابيزه، في خبطات هتحصل كتير، دي لسه المشاكل في اولها يا كابتن. لسه. فالمشاكل
والمصايب لا تاتي فرادى يا كابتن خالد. ونادي الزمالك دلوقتي بنتمنى له انه يطلع من الازمات بتاعته، مش بنتمنى له ان هو يكسب بقى، لان هو عشان يكسب دي قصه طويله عريضه لسه هنتكلم فيها، لان كمان فتوح رفض ان هو يجدد لنادي الزمالك نهائيا، وزيزو لسه بيشاور عقله، والناس اللي بيقولوا هيجددوا هاتوا دليل واحد بس ان الناس دي جددت. لو جبتوا دليل واحد بس هطلع اعتذر لكم انا وكابتن خالد قدام العالم كله. والله يا كابتن عمرو اصلا يعني خلينا نتكلم بما يرضي الله. اي لاعب في الدنيا يعني كابتن احمد السيد زيزو نجم كبير، كابتن احمد فتوح نجم كبير، اي نجم كبير يتمنى سعره يزيد ولا يقل. اي نجم كبير في الدنيا سعره لازم يزيد. طب هل معلش يعني مع احترامي باللي حاصل في نادي الزمالك ده سعره واسمه هيزيد ولا هيقل؟ هيضمحل. هو ده اللي عايز اقوله. يعني حتى لو هو راجل يعني زي ما كل جماهير الزمالك المحترمه، حتى لو الناس دي زملكاويه جدا هيفكروا 1000 مره. بالظبط. هيفكروا 1000 مره قبل ما يكملوا. بالظبط. لان انا كده بضر نفسي ضرر باين. بس ده انا بضر نفسي وبضر لعيبتي وبضر منظومتي وبضر الكيان. الله ينور عليك. فخلينا برضه نقول للاهلاويه ما تنسوش اللايكات والشيرات والسبسكرايبات والحبشتكنات لاخواتكم وتدعمونا علشان صوتنا مش بيوصل غير بيكم وليكم. ننطلق بقى ومن هنا بقى نقفل الصحف. الله ينور عليك. الصحف زي ما انتم شفتوا كده دلوقتي، ونبدا بقى نتكلم عن اخواتنا في فلسطين. رقم واحد انا عايز اقول حاجه عشان حاجه حازه في نفسيتي جامد قوي 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 قوي. كابتن محمد صلاح، بالله عليكم يا جماعه بلاش افتراء على كابتن محمد صلاح. ليه بلاش افتراء على كابتن محمد صلاح؟ اقسم بجلال الله انا امبارح كنت راكب ان درايف، تمام؟ راكب ان درايف، سواق ولا اعرفه ولا يعرفني ولا اي حاجه خالص. فالكلام جاب بعض واحنا بنتعرف عليه. الراجل قال لي ايه؟ قال لي كابتن محمد صلاح من الغربيه من عندنا، تمام؟ كل بنات محافظه الغربيه اللي بتوصل لسن الجواز المفروض ان هي هتتجوز، جهازها اللي بيوصل ما يقرب من 400,000 جنيه الراجل ده بيجهزها من الالف للياء، تمام؟ غير خير كتير قوي بيعمله. بس انا عايز اقول حاجه، هو اللي بيعمل الخير يا جماعه، انت النهارده لما بتعمل خير لازم يا كابتن عمرو تقول انا عملت خير؟ لا طبعا. لازم تقول انا النهارده عطفت على فلان؟ لا. انا النهارده وقفت جنب علان؟ نخلي بالنا يا جماعه، ده لازم يحصل. ده بيلعب في الدوري الانجليزي، واحنا عارفين كلنا ان انجلترا كلها على بعضها مواليه لاسرائيل. فيا جماعه بالله عليكم لازم تكونوا تعقلوها. يا كابتن عمرو هل ده راجل سياسي ولا لعيب كوره؟ يا باشا لعيب كوره، بس الناس بتتكلم على ان اسمه بيسمع، على ان كلمته مسموعه يا كابتن عمرو، على ان هو عنده ملايين ومتابعين على الانستجرام وعلى تويتر وعلى الفيسبوك. هل هو زي باسم يوسف في اداره حوار سياسي؟ هل انتوا مستنيين من محمد صلاح يقدموا اللي قدمه باسم يوسف؟ اطلاقا، هم مش مستنيين كده. هل باسم يوسف لو نزل الملعب يلعب كوره هيعرف يلعب زي محمد صلاح؟ اطلاقا. طيب ما ده اللي عايزين نقوله. كابتن محمد صلاح يا جماعه هو وظيفته يقول احنا بندعم اخواتنا في فلسطين، احنا ضد الكيان الصهيوني، احنا ضد اسرائيل. ايوه هو ده اللي احنا طالبينه. هو ده اللي وظيفته يقول. يعني ما حدش يتوقع يعني ان كابتن محمد صلاح هيشد الاربوجيه ويروح يلم فيه. يا كابتن في ناس متخيله كده. لا يا جماعه، في ناس حتى الان متخيله ان هو المفروض ان هو يمسك الطبنجات ويلبس البتاع بتاعت الكاوبوي وينزل بقى يدب بقى ويدبح وحبشتكنات حلوه وشغل عالي. في ايه يا جدعان؟ بالراحه يا جماعه، بالراحه، لان مفيش حد كده والدنيا ما بتمشيش كده. هو طلع وقال ما يملي عليه ضميره بان هو يرفض ما يحدث، والمفروض ان نجوم العالم كلها اللي عندها ضمير وبتشعر تطلع وتستنكر مما يحدث وتقول ان ده ما ينفعش. طب خلينا بقى نركن كابتن محمد صلاح ونخش على اللي خانقني وشللني وقاهرني، الاستاذ محمد رمضان. الاستاذ محمد رمضان يا جماعه طالع يقوم الناس على شعبها، يعني بيقوم مصر على الشعب على البلد. يعني ايه يا استاذ محمد ان جيشنا موجود وهيصدي؟ يعني لا يا باشا، جيش مصر ما بيصديش، انت فاهم غلط. هو بيتكلم على كل الجيوش العربيه. لا هو كان بيتكلم على مصر يا كابتن خالد، وكان بيخص مصر. هو ده حقيقي. انا بوجه لك انت الرساله يا عم النمبر 1. خلاص،
جيش مصر ما بيصديش، ولو هناك من هيصدي يبقى عقلك هو اللي مصدي. ولما تطلع تتكلم عن جيش مصر ما تزعقش وتتكلم بأدب وباحترام وبأخلاق، عشان أسلوبك ده لا فيه احترام ولا فيه أخلاق. فبعد إذنك لما تحط في بالك إنك تطلع وتحط مصر أو جيشها في جملة مفيدة، تتكلم بأدب وباحترام وبأخلاق ولاد مصر. ومعلش بقى يا كابتن عمرو، عشان برضو حاجه حاسه في نفسيتي جامد. دلوقتي انت بتقول الناس قالت لي ان انا لازم اطلع اقول حاجه ولازم ان انا اطلع اتكلم. الناس اللي قالت له ثانيه واحده بقى يا عم الشبيح، يا عم الجامد الشبيح، طالع لي بجاكيت فيه مثلث وحاطط لي فيه جواه عين. طيب انت عارف ده رمز ايه؟ هفترض ان انت يعني هتلاقي برضه الناس قالت له مش على قدر عالي من العلم، وهنفترض انك مش عارف ده رمز ايه. ده رمز مصيبه لما يبقى مش عارف. ده رمز الماسونيه. انت بقى طالع لي امبارح تلبس لي جاكيت في رمز الماسونيه، وطالع لي تاني يوم تقول اصل الناس قالت لي لازم اطلع اتكلم، ففين حكام العرب وفين مش عارف ايه، وتزعلي جامد وتخض الناس. طلع تجعر، انت هتخوفنا بصوتك. مش مثلا الرئيس السيسي يعني مثلا هيخاف من صوتك مثلا، ولا القيادات هتخاف من صوتك وانت واقف تجعر كده؟ مش هنخاف، الناس دي مش هتخاف منك. يعني الناس دي ولا كأنهم شافوا الفيديو بتاعك، واحنا هم المصريين بنقول لك انت عار على مصر. والحمد لله عار. وتاني برضو بنقول يعني لو انت عايز تتكلم برجوله وبتاع وتبان ان انت شبيه. لا هو كان اسمه ايه المسلسل بتاعه ده عشان ما بتفرجش عليه؟ ابو اسمه ايش؟ والله ما بتفرج. جعفر العمده. لو انت عايز تعمل نفسك جعفر العمده وبتاع، مش علينا احنا بقى. بالله عليك اعملها على الناس اللي انت الكرو بتاعك. بالله عليك. احنا عارفين ان انت يعني حتى في التمثيل، انا من وجهه نظر انا ما بشوفكش غير ممثل، بالنسبه لي انا فاشل جدا بس جدا. فانا اكلمك برضو بما يرضي الله. حتى لما حاولت ان انت تمثل بحقه حقيقي كده وتضحك على الناس وتبين ان انت وطني قوي، شكلك فيك جدا، فيك جدا جدا جدا. وبصراحه ربنا انت عار على انك تكون مصري، وانا مش طايقك. لكن لو هنتكلم بقى كابتن عمرو يعني عن ان الحرب وحكام العرب، دي النقطة الوحيدة اللي يمكن تكون انت قلتها. لا يعني ما تقالش كده، ما تقالش بالاسلوب. خلينا بقى نقولها، خلينا احنا نقولها كما تنبغي ان تقال. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. قولها بقى كما تنبغي ان تقال. كان كابتن عمرو قال القصيدة دي يمكن هتعبر عن اللي انا عايز اقوله لكم، لان بسم الله ما شاء الله هي تأليفه حاجة جميلة جدا. اسمعوها كده منه وقولوا لي رأيكم ايه بالنسبة لشعب فلسطين وبالنسبة لحكام العرب. أيا أيام القدس في قلب الرضيع، أيا أحلام شعب حقه يضيع، تسللت قلوب اللئام في أرض الكرام، وأصبح الشعب المجاهد منها صريع. يا ويلتي فالقدس قد تضيع من عدو أحمق بقلب وضيع، يعاملون كالأغنام نرعى والكل واقف بشكل فظيع. أيا عرب اصطفوا كالجبال الشامخة، فالقدس عربية حقيقة راسخة، انقذوها لا تكونوا كالمياه الراكدة، حطموهم وتدفقوا كالأسود السائدة. أتمنى يا جماعة يكون الشارع دي الرسالة اللي أنا عايز أوجهها، بس كما تنبغي أن توجه. عايز أوجهها لمين؟ لحكام العرب كلهم، لحكام المسلمين. عايز أقول يا جماعة الاتحاد قوة. يعني زي ما علموها لنا كده من واحنا أطفال، الاتحاد قوة. شفت يا كابتن خالد؟ واحنا كعرب أقوياء جدا جدا جدا. شفتوا يا جماعة الفيلم بتاع قصة حياة حشرة؟ كل الناس شافته طبعا. فاكرين حبار كان بيقول لهم ان النمل لو جمع نفسه وعرف قوته احنا مش هنقدر عليهم. وفعلا في اخر الفيلم لما النمل جمع نفسه كلهم كانوا بيجروا والرعب اتدب في قلوبهم وكأنهم حشرات. احنا عايزين العرب يلموا بعض ويوروهم انهم شوية حشرات. احنا لو لمينا بعض اقسم بالله لا فعلا كلهم هنسوق
نسوقهم وكأنهم حشرات. ايه رأيك يا كابتن؟ اتمنى يعني كل الناس تبقى فاهمه ان الموضوع مش مجرد فتحه صدر. مفيش حد لوحده بيعمل حاجه، زي ما قال كابتن عمرو، احنا لازم نبقى واحد، لازم يبقى في وحده عربيه حقيقيه، يعني ما نقعدش نتخانق، مش مجرد وحده عربيه على الورق. يعني نقعد نقول احنا رايحين نحل. مين القائد مش قصتنا، مين اللي هيقود الحرب مش مشكلتنا. مشكلتنا ان العرب تتوحد تتجمع نحل القضيه دي، نحلها من جذورها. وحاملتين الطائرات اللي جايبينهم امريكا وموقفينهم في المياه الاقليميه المفتوحه يرجعوا زي ما كانوا، ما يقفوش هنا خالص، يتفضلوا يرجعوا زي ما كانوا. لو هم شايفين انهم كده بيحموا يورونا. لو العرب اتحدوا هيعملوا ايه؟ فنتمنى نتمنى نتمنى نتمنى، بنحلم بتحقيق الاغنيه بتاعت اجيال ورا اجيال، والحلم العربي، وكل ما نتخيل بان يبقى في وحده عربيه وطنيه، نخلي يعني العالم كله يعرف قوه العرب. ونحب نقول برضو لكل الدول العربيه اللي احنا يعني بنتمنى ان احنا نتحد ونكون ايد واحده، ان يا جماعه يوم ما هيكون في حرب احنا كمصريين نتشرف باننا نكون اول من يستشهد فيها باذن الله تعالى. وحضراتكم كلكم عارفين جيش مصر نتشرف بحاجه زي كده. ما قدروش يدخلوا السويس يا كابتن خالد، واتدمر لهم 3 كتايب دبابات على ايد شويه ناس عاديه جدا، عامة الشعب عامة الشعب بس. فانتم ما الا شويه يعني اقول لكم ايه، متفرقه، وستظلوا متفرقين مشتتين في الارض الى يوم الدين ويوم القيامه. وده اللي قاله القران باذن الله. فمن الاخر انتم ما انتم الا شويه رعاع على اراضي فلسطينيه. انا خلصت كلامي. الله ينور عليك يا كابتن عمرو. ومش هنبطل دعم فلسطين، مش هنبطل نقول في كل حلقه باذن الله للعرب يا ريت يا جماعه نشوف وحده عربيه، تمام؟ يا ريت ما نديش فرصه للناس اللي بتقعد تقول اصل حماس. طب كلنا عارفين ان الضفه الغربيه زي ما قال باسم يوسف، مش بنخترع يعني، زي ما قال باسم يوسف الضفه الغربيه ما فيهاش حماس. بيقتلوا فيهم ليه؟ تمام؟ وبرده بقيه العرب اللي عمالين يقولوا سؤال يا كابتن خالد، شعور اصل اللي انت ما تعرفوش ان شكلهم بقى وحش قوي يا كابتن خالد، شكلهم قدام شعبهم وقدام حكومتهم وقدام الناس، ده الشباك بتاع المخابرات بتاعهم، تمام، ووزاره الدفاع بتاعتهم والجيش بتاعهم اتمرمط به الارض في الهجمات اللي حصلت عليهم. ايوه طبعا هجمات منظمه الى اقصى درجه. اتفرج حضرتك الصواريخ طلعت ازاي، وبعد الصواريخ الخفاش الطائر اللي نزلوا عليه بيهم وكانوا بيجروهم، اقسم بالله زي ما قلت من شويه زي الحشرات. بس احنا دلوقتي بنقول ايه؟ ان الضربه دي، سواء الضربه دي لما اتعملت، معلش بلغه الناس البسيطه يعني، المشاريب كانت على مين؟ على الشعب الفلسطيني. تمام؟ مين اللي شال المشاريب؟ طب ما هو بص علشان بس الناس تعرف اللي حصل ده ليه. بصوا يا جماعه، انا هقول بسرعه اللي حصل ده ليه. الموضوع ببساطه شديده جدا ان السعوديه كانت عايزه تعمل تطبيع مع ايران، مع اسرائيل. فايران عدو لاسرائيل، وايران مش عايزه السعوديه تعمل تطبيع مع اسرائيل لان ده هيدي قوه لاسرائيل جامده جدا. حصل ايه؟ ايران بتتحكم في حركه حماس، فايران لو خلت حماس تضرب اسرائيل وتضرب حتت معينه فيها، فهتخلي اسرائيل تقوم على فلسطين، وفي الوقت ده العرب كلهم مش هيسكتوا، وفي اللحظه دي يبقى عيب قوي على السعوديه لو عملت تطبيع في الوقت الحالي. يبقى ايران عملت اللي هي عايزاه في ان يخلي ما يحصلش تطبيع ما بين السعوديه وما بين اسرائيل، يبقى الموضوع كله مرتب. وبالمره لو عرفوا يدخلوا الفلسطينيين سينا يبقى ضربوا عصفورين بحجر. بس ده لما تشوفوا حلبة ودانكم انتوا وهم، واللي يتشدد لهم واللي يتشدد لكم. الله ينور عليك يا كابتن عمرو. مش هنطول عليكم اكتر من كده. احنا في نهايه حلقتنا ما ننساش الدعم واللايكات والسبسكرايبات لاخواتكم المصراويه الاهلاويه واخواتكم في فلسطين، علشان الفيديو بتاعنا يوصل لكل الناس. عايزين صوتنا يوصل لكل الناس في الحلقه دي بالذات.
يعني انا هتحايل على الناس وهقول لهم لو سمحتوا وصلوا صوتنا في الحلقه دي بالذات للناس كلها وللعالم كله. انا مش محتاج اكتر من ان صوتنا يوصل لكل العالم دعما لاخواتنا في فلسطين ولاخواتنا العرب، عشان احنا كلنا واحد، احنا كلنا واحد. والله يرحم الشهداء اللي كل يوم بنشوفهم في فلسطين، وربنا يكون عليهم، ربنا يكون في عونهم، وربنا ينصرهم في حربهم. ألف دايما هندعي لهم. ألف رحمة وبركاته عليهم. آخر حاجة عايز أنهي بيها الحلقة يا جماعة هو يعني دعوة لصديقي وحبيبي وأخويا اللي توفاه الله في حادث أليم، أحمد مرعي. أنا يعني أنا اتصدم، أنا مصدوم لحد دلوقتي ومش قادر أصدق إن هو اتخطف من وسطينا، بس هو بقى في دار الحق وإحنا في دار الباطل. البقاء لله لأهله والذويه والأحباب ولينا احنا كلنا، وبنتمنى ان هو يعني ربنا يا رب يرحمه ويكتبه مع الصديقين والشهداء والأنبياء، لأن هو كان رايح لعمل وتوفاه الله وهو رايح ذاهب لسعي وراء الرزق، فيا رب توفاه رب الله ويحتسب شهيدا. وانا بدعي اهله واسرته كلها بكل الاسى وبكل الالم. ربنا يرحمك يا مرعي، يعني طوب الارض يا ابني كان بيحبك، وانت من اطيب الشخصيات اللي بنعرفها واللي عرفناها واللي مش هنعرف زيها في حياتنا، ومش هقول اكتر من كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.